لا 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 لا، أصل انت ما بتعرفش. انا بعيش لحظه من اللحظات الجميله اللي انا كنت بحلم بيها من سنين. انا بن شرقي، هموت ويجي الاهلي من فتره كبيره قوي قوي قوي. ولكن ايه يا كابتن الخطيب ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ده انت تنزل تلعب معانا يا راجل. ده انت لسه بتجيب اجوان يا راجل. يعني كان لازم نقعد شهر ننادي ونهاتي ونعيط ونصرخ وكده، ونصرخ ونولول عشان صفقتين ثلاثه تقوم تعمل كل الجمال ده. ايه الحلاوه دي؟ جراديشار المهاجم السلوفاني، والعش اللي بيلعب باك شمال وبيلعب مدافع كمان، وادي عندك كمان احمد رضا اللي بيلعب دفاع وبيلعب هاف ديفندر وبيلعب ديفندر مع بتروجيت، وراجل كورته حلوه جدا جدا جدا. مش بس كده، ده انت امبارح بعد ما كنا خلاص متعشمين وخلاص بفاتحين كابتن احمد شوبير على قناه النادي، وهو هيعلن على بن شرقي اهو، لقينا بيعلن عن تريزيجيه. تريزيجيه الخبر طبعا حلو جدا جدا جدا، ولكن الواحد عشان كان مستني بن شرقي ما عرفش يفرح قوي، مع ان كواليتي تريزيجيه طبعا اعلى 100,000 مره من بن شرقي، طبعا اعلى من بن شرقي بكتير، وبيلعب في اكتر من مركز. ولكن الواحد كان متعشم قوي على بن شرقي اللي النهارده الحمد لله بيجي وهيلعب من بكره لو يقدر، لو يتسجل يلعب من بكره. تريزيجيه هيجي في شهر 6 وشراء مش اعاره كام ماتش عشان كاس العالم زي حمدي فتحي، لا هيجي شراء. وبن شرقي من بكره يقدر يلعب مع النادي الاهلي. هو ده الجمال، هو ده اللي احنا بندور عليه، هو ده الكواليتي اللي احنا ده لسه كمان. ده لسه بيقول لك في واحد فلسطيني كمان بيلعب في الدوري الدنماركي 22 سنه ممكن يجي مهاجم. الله، مش بقول لك الخطيب لسه يجيب اجوان؟ ايه الحلاوه دي؟ الواحد فرح في اليومين دولت. ده احنا مش عايزين صفقات في الصيف يا راجل، خلاص خلاص يا كابتن، مش مهم الصيف بقى. وكمان في كلام ان الخطيب احتمال يجيب مهاجم نادي بتروجيت، اسمه تايه عن بالي دلوقتي من الواحد فرحان، اسمه تايه دلوقتي عن بالي، اسمه رشاد حاجه كده وحاجه متولي، ولاعب مبشر جدا وصفقه للمستقبل. السلام بقى لو فيها حته تاني بقى، ان بيقول لك في كمان احتمال نسمع صفقه النهارده بالليل من الكابتن احمد شوبير. النادي الاهلي بيقفل اخر 5 ايام في الانتقالات بتقفيله سوبر تليق بالنادي الاهلي وتليق بانجازات ومشوار النادي الاهلي. على الجانب الاخر جماهير نادي الزمالك لازم اللي كانت بتهرب منه تعرف ان فتره تركي آل شيخ في الزمالك راحت، والفلوس اللي كان تركي آل شيخ بيحطها للزمالك ما بقتش موجوده. والدليل ان بعد ما مشي فرجاني ساسي مشي، بن شرقي مشي، واي لاعب عاوز فلوس مشي. بن شرقي كان عندك مش عشان خاطر بيعشق الفانلة البيضاء، فرجاني ساسي ما كانش عندك عشان بيعشق الفانلة البيضاء. ومش معنى كده ان كل اللي بيلعب في الاهلي بيعشق الفانلة الحمراء، ولكن في كواليتي لعيبه بتيجي عشان الفلوس. بن شرقي جه الاهلي عشان عنده كاس عالم وعنده افريقيا وعنده اجواء اوروبيه وعالميه كتير ممكن نستفاد بيها، غير ان مرتبه كان طالب، كان مرتبه 2 مليون وشويه، هياخد مع اهلي مليون و400 الف، ولكن هو ضامنهم. في الزمالك كان ممكن ياخد 400 وما ياخدش مليون. ده الفرق. اشتغلوا بقى على نظافه، اشتغلوا بقى على نظافه، اشتغلوا واعملوا فريق، واشتغلوا بما يرضي الله في ناديكم عشان ترجعوا تاني نادي الزمالك اللي بينافس. ده كلام من القلب. لكن الهرجله واصل هنجمع ودلوقتي الحق الحق هات بقى ال 100 مليون لزيزو بقى قبل ما يمشي هو كمان يروح الاهلي. ده كلام المفروض تكون عارفه انك انت دايما بتهرب منه. شكرا كابتن الخطيب، شكرا للناس اللي فرحتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.